السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم المتنوع والبسيط مع فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى تنال إعجابكم. اليوم إن شاء الله خوتي غنقترح عليكم وجبة غداء أو عشاء كتجي خفيفة وكتجي لذيذة ورائعة، بأقل تكلفة، بطريقة سهلة جدا في التحضير. إلا جربتوها غتعجبكم بزاف بزاف. وبالنسبه للوليدات حيتاش فيها الخضره، ما كيبغوش لينا الخضره، نحاولوا ننوعوا لهم بحال هكا باش كيجيو دوك الالوان. وبالنسبه للوليدات كيعجبهم الالوان، ياكلوا لينا شي حاجه اللي هي صحيه. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم غنقترح عليكم ان شاء الله قدبان لا دند. غنرافقهم ان شاء الله بلاصوص مطيشه، اللي دائما اي واحد كيعملو. وغادي نعملو معاهم واحد السلطه او شلاضه بالخضر حتى هي كتجي مزيونه ولذيذه. وغنزينوها ان شاء الله بافوكا كيف ما كتشوفوا في الصوره. المهم اخوتي ندوزو المقادير ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. ندوزو الاول مكونين ان شاء الله. بسم الله. هنايا عندي كمية ديال لدند، يعني على حسب افراد الاسرة. عندي هنايا غنزيد فيها واحد شوية ديال الربيع مع المعدنوس مقطعين بحال هذا الشكل هذا. وغنعمل فيها شويه ديال المليحة. وغادا نعمل شويه ديال هنايا عندي القزبر يابس، عندي مطحون. وغادا نعمل هنايا شويه ديال الكمون كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هو كيعطي واحد طعم رائع. لا بالنسبه له هو لا القزبر حتى هو بجوج بهم. هنايا غنعمل شويه ديال الفلفل الاسود، وغنعمل شويه ديال الخرقوم وسكينجبير ان شاء الله. تقريبا واحد نص معلقه من الحاجه، يعني ماشي بزاف، صغيره، معلقه صغيره ان شاء الله. وصافي هنايا خوتي كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما التوابل اللي عندنا ان شاء الله. غادي نزيد واحد شويه ديال العصير ديال الليمون. الا ما كانش عندكم كتزيدوا شويه ديال الخل. وهنايا زدت واحد نص معلقه ديال الفلفل الاحمر حتى هو باش كيعطينا اللون. وهنايا عملت شويه تقريبا شي معلقه كبيره ديال الصويا. وصافي هادو هما المكونات اخوتي. كما قلت لكم هنايا غادي نعصر شويه ديال الليمون او الحامض كيف ما كتشوفوا معايا. الا ما كانش عندكم بامكانكم تعملوا الخل حتى هو باش كيعطينا كيجينا داك الحيمه كتجينا فتيه. صافي كنخلطوا المكونات مع بعضهم على هذا الشكل هذا، وباش غنخليوهم يتشربوا مع بعضهم حتى ندوزو نوجدوا شلاضه ديالنا ان شاء الله. هنايا غادي نزيد واحد نص ديال البصله ولا بصله صغيره مقطعه رقيقه بزاف. بما انني انا ما عملتش الثوم ولا هذا، المهم عملت البصيله باش تعطينا واحد المذاق وواحد البنه، عفوا النسمه. وغنعمل واحد معلقه ديال زيت الزيتون حتى هو. كنتمنى تجربوا الوصفه، كتجي رائعه. بالنسبه للقضبان كيجيو غزالين ما شاء الله، كيجيو فتيين وكيجيو المذاق ديالهم روعه، وكيجيو خفافين بالنسبه للعشايده ولا الغديوه، كتجيو رائعين ودغيا كيوجدوا. صافي هنا خوتي كما قلت لكم غادي نزيد بصله صغيره كيف ما كتشوفوا. وصافي كنخلط المكونات وكنخليهم يتشربوا مع بعضهم حتى نوجد الشلاضه ديالي، حتى نوجد كلشي طيب ليا. ديك الخضره اللي غنعمل في الشلاضه ونطيب لاصوص عاد نوجدوا القضبان ديالنا يتشواو ان شاء الله على حسب اي حاجه مشويه كتبغي تكون سخونه. وبالنسبه للشلاضه خوتي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي الخضره. عندي هنا اللوبيه خضراء اللي قطعتها على هذا الشكل، وبالحق غادي نقطعوها قطع صغارين بزاف. وعندي هنايا جلبانه حتى هي غنسلقوها. وعندي هنايا الروز
المهم انا كنعطيكم الكميه اللي عملت، وانتم على حسب افراد الاسره بامكانكم تزيدوا، بامكانكم تنقصوا. انايا اللوبيا والجلبانه ما غاديش نعملها كامله. هنايا عندي واحد جوج فلفلات، حتى هادو ما غادي نشويهم وغادي نقطعهم. وعندي هنايا واحد جوج جزرات او خيزوات، غادي نقطعهم صغيورين بزاف. وهنايا عندي هاد افوكا ان شاء الله غادا نزين بها فقط. كما كتشوفوا خوتي غنقطعوا اللوبيا ديالنا على هاد الشكل هذا، يعني صغير، باش يجينا في المنظر مزيون وما يجيش يبين بالنسبه للوليدات. صافي كما قلت لكم هنايا غادي نقطعها قطع صغيورين وغادي نسلقها بشويه ديال الملحه صافي والماء وصافي. بالنسبه للجلبانه حتى هي بشويه ديال الماء والمليحه. بالنسبه للجعده ولا خيزو ولا الجزر حتى هو نفس الشيء مقطع صغيور وكنسلقه في الماء. وبالنسبه للفلفله حتى هي كنشويها وكنقطعها. بالنسبه للروز حتى هو مسلوق بطبيعه الحال. هنايا بعد ما سلقت كل شيء، ها الروز عملت الروز، عملت الفلفله اللي شويتها وقطعتها صغيره، عملت الخيزو اللي حتى هو قطعته صغيور وسلقته. باش هادشي كامل قطعته صغير على اساس باش ياكلوا الوليدات ما يبدا ما يجيبوش داك المذاق اللي يعني ما يحسوش بالخضره. هنايا كيف ما كتشوفوا عاود زدت اللوبيا والجلبانه اللي حتى هي سلقتها صافي. بامكانكم تزيدوا الزيتون مقطع، تزيدوا الطون، تزيدوا مايس، المهم على حسب كل واحد وداكشي اللي عنده في الدار. انايا عملت داكشي اللي عندي صافي. هنايا بعد ما وجدت كل شيء وطيبت القضبان ديالي وطيبت لاصوص ديالي، ما شاركتش معكم الطياب ديالو حيت يعني عادي ماشي شي حاجه، يعني لاصوص عادي وصافي. صافي هنا غادي ندوزو نقدمو ان شاء الله الطبق ديالنا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. حتى بالنسبه للتزيين حتى هو كيعطي يعني كما كيقولوا العين كتاكل قبل. يعني ملي كتزين الحاجه وكتنزلها وهذا كيصبح الله كتعطيك واحد النفس باش تاكل. هنايا عملت في هاد الزلافه هذا باش تجيني شكل وريضه دائريه. وهاد لاصوص قدمته في هاد المهم زلافه ولا المهم طبيصل هيدا عامل صافي. والقضبان ديالي هنايا بعد ما شويتهم كيف ما كتشوفوا كيجيو فتيين والمذاق البنات روعه. كنتمنى تجربوها وترجعوا ليا. وهنايا بعد ما زينت بهاد الافوكادو واحد الوريقات ديال المعدنوس وصافي اخوتي. بالنسبه للاصوص راه كما قلت لكم عادي، عندي مطيشه والربيع والثوم وصافي هادشي ما كان، والتوابل اللي هما عاديين وصافي. هذا ما كان اخوتي. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم وتجربوه. وانا عارفه بلي الا جربتوه غادي يجي المذاق بالنسبه القضبان كيجي رائع البنات. ولا كما قلت لكم الا جربتوه قولوا لي في الكومنتير. واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه باش يتوصل بكل جديد ان شاء الله. وكتبوا لي تعاليق يكونوا مزيونين كيحفزوني نعمل لكم وصفات. رغم المونتاج والتصوير كنتعذبوا فيه، يعني ملي كتلقاي شي كومونتير مزيون راه كتحفزي. وحنا بكم راه حنا والو، يعني ملي كتلقى شي كومونتير مزيون راه كتحفز وتنوض تعمل. وهذا ما كان اخوتي. بسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه عليكم.